كينيا خسرت البارح بصعوبه قدام المنتخب المغربي، كانت 2-2 وبعد سجلت الهدف الثالث، وتقعد لنا مقابله نهار 7 ماي ضد المنتخب المغربي. يوفان شفت انت المغرب معناها فاش تعمل يوفان تعمل ناس حاضرين، هذاك نعرف الفرق. نقول باش ماتشات كيما هذوما معناها ديزيسيونس كيما هذوما ناخذوا منهم العبره، مش كلمه نقول ناخذوا العبره ونمشي وراه، لا ناخذوا العبره نشوفوا شنو عندنا شنو ما عندناش ناقصنا، علاش الفرق اخرين المغرب وصلت كيما هكا. يلزمنا نعاندوا، يلزمنا نشوفوا علاش المغرب في لي كاتيجوري كل معناها سينيور يوفان يو 17 كل هذه فما سياسه معينه سورتو مع المنتخب المغربي مقابله ثالثه ما سهله. ما نهاولوش المغرب، خلينا في الكوره، خلينا في ما نهاولوش اللي جاي كلهم كوره مازال البطوله ما نهاولوش المغرب اللي هو الماتش الثالث. صحيح في الالتحامات هما خير منا، فهمتني معناها في الجوال ايريان كيف خير منا، وهذا عادي معناها في العمر هذاك ديما عندهم اون لونغور دافونس على اولادنا معناها من بعد نوليو نجموا ينكر معناها نلعبوا معناها بنديه فهمتي على المستوى البدني. أقل من 20 سنة والهزيمة البارح في أولى مقابلاته في كان مصر 2025 لأقل من 20 سنة ضد المنتخب النيجيري بنتيجة هدف مقابل 0. كينيا خسرت البارح بصعوبة قدام المنتخب المغربي، كانت 2-2 وبعد سجلت الهدف الثالث، وتقعد لنا مقابلة نهار 7 ماي ضد المنتخب المغربي. صارت 3 أهداف، طريقة اللعب، السيطرة في قدم مستوى طيب. تراها أنت عملت خطوة كبيرة، خطوة باهية خاطر تشوف معناها النسق والتناسق واللعب الجماعي في المقابلة ذي 3 يوفان. شفت انت المغرب معناها فاش تعمل يوفان تعمل ناس حاضرين، هذاك نعرف الفرق. نقول باش ماتشات كيما هذوما معناها ديزيسيونس كيما هذوما ناخذوا منهم العبرة، مش كلمة نقول ناخذ العبرة ونمشي وراه، لا ناخذ العبرة نشوفوا شنو عندنا شنو ما عندناش ناقصنا، علاش الفرق اخرين المغرب وصلت كيما هكا. يلزمنا نعاندوا، يلزمنا نشوفوا علاش المغرب في لي كاتيجوري كل معناها سينيور يوفان يو 17 كل هذه فما سياسه معينه، احنا يلزمنا نكونوا عندنا واضحين علاش ماش قاعدين نوصلوا سيرتو مع المنتخب المغربي بمقابله ثالثه ما سهله، لكن دربيات توما ما نجموا خاطر ديما مستانسين في بعضنا. حظوظنا في الترشح ترى نجموا. شوف انت انا يوفان هذوما اخر وقت باش تلم جوهرات ستاف يعرف ما يعرفش، كان مجدي طراوي بعد اللي ولا معناها ما فماش ارضيه حاضره 100% باش نجم تحضر فيهم اكيب بعد نرجعوا كريزلتا. احنا نحيد الريزلتا، احنا في الحاجات هذوما باش نلوجوا وليدات 19 و20 و18 عام باش نطعموا بهم الفريق الاول. انا في اخر وقت بعد باش نطلب ريزلتا راهو شفت الحاجات هذوما لازم ديما تخدم على لون تيرم. انا عندك الموان 20 تعرف الليست الارجيش عندكش ما عندكش ديستاج الامكانيات ما نلومش عليهم ياسر بصراحه، ما نلومش ياسر خاطر فماش تحضيرات ما تحضرش ما تلقاش، مش تجي لم بعض الجولات لم مونتورنور في جمعه اعمل ستاج يمشي بعد يجي حاسب باش حسبته. ما نهاولوش المغرب، خلينا في الكوره، خلينا في الكوره اللي جاي كلهم كوره مازال البطوله ما نهاولوش المغرب اللي هو الماتش الثالث. صحيح في الالتحامات هما خير منا، فهمتني معناها في الجوال ايريان كيف خير منا، وهذا عادي معناها في العمر هذاك ديما عندهم اون لونغور دافونس على اولادنا معناها من بعد نوليو نجموا ينكر معناها نلعبوا معناها بنديه فهمتي على المستوى البدني، لكن على المستوى البدني ظاهر اللي هما باش يكونوا عندهم ان اسوندون اللي نحن قد على المستوى الفني اون اوري بو نماركيو، لكن ما نستسهلوش زاد كينيا اللي هو الماتش توا معناها الماتش فيتال ندخلوا دون لوبليغاسيون تاع الربح. والمغرب شوف المغرب مش زاد بمنتخب امباتابل تفرج فيه البارح، منتخب عادي جدا. توتي بوسيبل ومازلنا ما خسرناش الحظوظ نتاعنا. ان شاء الله نربحوا نهار 2 ولا 3 مع حاتم منتخبنا يكون فاز في المباراة الثانية والحظوظ تبقى قائمة، لأنه راهو حتى مش الأول والثاني فقط يترشحوا ميور تروازيام وغيره، لأنه ما يساعدناش برشا. على كل بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، ما فاتنا شيء بهزيمة صحيح نوعا ما منتظرة زادة باسم نيجيريا كيف تلعب امام فريق كما منتخب نيجيريا بالاسم فقط، لانه متواضع كان المنتخب هذا. منتخبنا خلط مؤخر، منتخبنا ما كانش باش يشارك، كل ظروف بتاتر ما خدمتناش، وان شاء الله منتخبنا يكون جاهز للمباراة الثانية ويفوز ويتدارك. باش نحكيو هنا على كأس افريقيا الامم اقل من 20 سنة. نيجيريا فاز على تونس 1-0 وفي نفس مجموعة تونس منتخب المغرب انتصر على كينيا 3-2. الحقيقة ما كناش متفائلين برشا نحن بالمباراة الأولى، وتوقعنا حتى هزيمة أثقل من 1-0 بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. شانتي كبير الحقيقة، وإصلاحات لازمها تكون حاضرة في السنوات القليلة القادمة. به منتخب المغرب ربح 3-2 كينيا، احنا المواجهه القادمه باش تكون ضد كينيا
ثم نواجه منتخب المغرب، منتخب مغربي ايضا يتقرا له 1000 حساب. منتخب المغرب اللي عندهم لاعبيه يلعبوا في البطولات الاوروبيه، عنده فريق محترم على مستوى التكوين. المنتخبات المغربيه شفت الU17 صاحب لقب كأس افريقيا اقل من 17 سنه. منتخب المغرب عمل كبير على المستوى القاعدي، وعندهم الامكانيات وعندهم استراتيجيه والتخطيط للمستقبل. الحقيقه عنده فنيات ممتاز جدا. شفتك الكنترول كيفاش دار بالكره. نيجيريا فاز على تونس 1-0. كنا متخوفين على ليكيب ناسيونال نتاعنا اللي لموها تقريبا في وقت قياسي. عملوا تقريبا 3-4 حصص تمارين الملاعبيه حتى ما تعرفش اسامي بعضها. الملاعبيه ما تعرفش اسامي بعضها، المدرب ما يعرفش حتى اسامي الملاعبيه اللي عنده. وكنا خايفين على المنتخب. مستواها صراحه مستوى متوسط للغايه، متوسط للغايه. الكيب ناسيونال نتاع تونس رغم المشاكل الكل كانت نجم تخرج على الاقل بماتش نول. فما ضربه جزاء في الشوط الاولاني الكيب ناسيونال ما تزفرتش، ثم فما فرصه كبيره ياسر في دقيقه تقريبا 88 الكره كانت دخلت هذيك، كانت سهله برشا، معناها كانت نجم تدخل. كان الماتش يوفى بالتعادل، اقل ما يمكن التعادل، لكن على كل حال المردود. افتتح المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة مشواره في بطولة كأس إفريقيا للشباب المقامة على الأراضي المصرية بانتصار كبير ومقنع على نظيره الكيني، في مباراة أظهر فيها الأشبال مهارات عالية وانسجاما لافتا وروحا قتالية تؤكد استعدادهم للمنافسة الجادة على اللقب القاري. هذا الانتصار منحهم دفعة معنوية قوية قبل المواجهات القادمة، خاصة أن المجموعة الثانية تعد من أقوى مجموعات البطولة، حيث تضم منتخبات عريقة نيجيريا وتونس إلى جانب كينيا، مما يجعل المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل مفتوحة على كل الاحتمالات. ويعول المنتخب المغربي على جيل شاب موهوب أظهر تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة، ويملك طموحات كبيرة لبلوغ أبعد نقطة ممكنة في البطولة، كما يحظى بدعم جماهيري واسع سواء من داخل المغرب أو من الجالية المغربية في مصر. بداية مشرفة تؤكد أن أشبال الأطلس قادمون بقوة. اكتبوا لنا رأيكم وآرائكم من خلال التعليقات.